ضربت في العيال. الاسعاف في حاجه رجاله الامن تجيب الشاب اللي وقع هنا بعد اذنكم. يا فندم هنزل معاك، طيب الدنيا هتبوظ تحت. القصة الكاملة لحادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي. شهدت الساعات الأخيرة من مساء الخميس حادث مأساوي في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي بعدما وقع انفجار مفاجئ أثناء عرض الألعاب النارية على المسرح، مما أدى إلى وفاة أحد أعضاء الفريق الفني وإصابة آخرين، وتسبب في حالة من الذعر بين الجمهور. تفاصيل الحادث إنه خلال الفقرة الاستعراضية في الحفل وأثناء صعود محمد رمضان إلى المسرح وقع انفجار ضخم قرب موقع المؤثرات البصرية بجوار محمد رمضان مباشرة نتيجة انفجار أسطوانة غاز. الحادث تسبب في وفاة أحد أعضاء الفريق، بالإضافة إلى إصابة شباب آخرين بإصابات متفاوتة تم نقلهم على الفور إلى المستشفى. قام محمد رمضان بإنهاء الحفل مباشرة وطلب إخلاء فوري للمسرح. تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم إخلاء المسرح بالكامل بعد دقائق من وقوع الحادث. وعلق محمد رمضان سريعا وقال لجمهوره بصوت مضطرب: الصوت ده مش من الفاير ووركس، ده محاولة اغتيال مكتملة الأركان. بعدها بساعات عاد محمد رمضان ليصدر توضيح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قال فيه: تصحيح، غالبا هو انفجار اسطوانة غاز من الفاير ووركس وليست قنبلة. رمضان أكد إن انفعاله في البداية كان بسبب صدمة الموقف وشدة الانفجار ومدى قربه منه، وتضامن عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع محمد رمضان مشيدين بتصرفه السريع واهتمامه بسلامة الحضور. واعتبر كثيرون أن الحفل كان يمكن أن يتحول إلى كارثة لولا سرعة الاستجابة.